ابوك على حق. شوف الناس وين صعدت وين وصلت. شوف الناس بتوقيع واحد تصعد للنجم، من البيوت من السيارات. وابوي بالله قاضي حرام ما حرام ومعيشنا بالفقر، راتب 600,000 وهو يقدر بتوقيع واحد يصعدنا للنجم. قل لك كاظم والله سطرتنا بهذا الحكي، يوميا انت ترجع تقول لنا بس مسوي لك سالفه. حبيبي من ناو راح اشتغل شغل عدل، تردون تدخلون وياي على حب الله ونصعد للنجم ونعيش عيشه سعيده. لو من ناو تسحب روحك. زين شنو هذا الشغل اللي صعدنا للنجم؟ كاظم ايش تقصد يعني بهذا الحكي؟ حبيبي اقصد بهذا الكلام، اول عمليه سلبت شاشة. شلون؟ شنو ايش بيك كاظم؟ مثل ما قلت ايش قاعد تسوي؟ هذا عمي راح يطيحنا بمشكله. حبيبي مثل ما قلت بس لا قتلت الولد. لا ما اقتل، واذا اضطر الامر نقتل. شنو ايش بيك؟ صدق؟ سيف اقعد تقعد هسه احنا شنو وين نودي السياره؟ بس باع. وين تودي السياره؟ انتم عندكم جراج اوكي؟ المخزن اللي عندكم ما حد يحس فيه، ندب السياره كم يوم ونبيعها. وش حكي؟ خلينا نطلع من هالفقر هذا اللي عايشين فيه. كاظم انا راح اساعدك انا وزهراء بهذا الشيء، راح نضم لك سياره مره ثانيه اذا اسويه احنا ما نمشي وياك، خليها ببالك. يعني انت وضعيتك عيف وضعيتنا، سوالف مال حرام احنا ما نرضاها. راضين على الله، راضين الله يفرجها. انت شنو الطب الحرام؟ شنو تسوي؟ انا ما اتحمل هيك. ما تخاف انت عندك اهل. وصلت المرحله على كل عيف الكلام. روح ودي سياره الجراج وما لك شغل بالباقي، بس كون الولد ما قتلته. لا ما قتلته. نعم استاذ. سهل الحازم تعال بسرعه. ان شاء الله استاذ. اليسار بيدك. نعم استاذ. حازم حبيبي تاخذ الولد وتروح تنفذون على الحج اليوم بس بدون اطلاق نار.